السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. قبل فترة اتصلت علي إحدى الأخوات في استشارة، وتقول إن هذه الأخت ابنها يبلغ من العمر تقريبا كم وعشرين عاما، وتقول لي: يا دكتورة أرشديني، كيف ممكن أحل هذه المشكلة؟ المشكلة كانت حقيقة في إنه تشعر هي بالذنب، وتشعر بإنه قصّرت وأهملت في جانب معين في تربيتها لابنها. والقصة حقيقةً هي يمكن كثير من الأسر وكثير من أولياء الأمور ممكن يرتكبوا نفس الخطأ. اللي هي إنه في البداية تقول الأخت إنه في البداية هو ابن صغير، كنت مركّزة على الدراسة، على إنه يكون الأول في الصف، مركّزة على الجانب الأكاديمي فقط، وأهملت الجانب الروحي، الجانب الديني، الجانب الأساسي في تربيتها لابنها. تقول: ابني ما شاء الله الكل يشيد بابني، وابنه مؤدّب والكل يحبه وابنه ممتاز. الأقارب والجيران والأصحاب حتى في المدرسة يُعتبر من الأبناء المتميزين جدًا. يكون طالب مثالي من حيث الجانب الأداء الأكاديمي والسلوك العام. لكن للأسف الشديد إنه هو التقصير في جانب أساسي، ونحن نرى إنه هذا الإهمال في هذا الجانب يُعتبر هو إهمال في عملية تربوية بأكملها. التربية برمتها تنبني أساسًا على الجانب الديني، ونحن نكرر بشكل يومي. الواحد لو أخذنا بس الصلوات المفروضة علينا من الفجر وحتى العشاء، نكرر سورة الفاتحة اللي فيها إياك نعبد وإياك نستعين 17 مرة بالإضافة حتى للنوافل وغيرها. فإذا كانت نحن نكرر ودايمًا وجودنا في هذه الحياة لعبادة الله سبحانه وتعالى، إنه نحقق هذا المفهوم في حتى ليس فقط في أنفسنا، حتى في تربيتنا لأبنائنا. ونناقش اليوم إن شاء الله واحدة من الموضوعات الهامة جدًا، واللي يمكن نحن نرتكبها بدون أحيانًا، نتيجة لعدم وعي، نتيجة ل قلة المعلومة وقلة المعرفة، اللي هي جانب الإهمال، موضوع الإهمال. وفيه كثير من الجوانب. الإهمال الأساسي إحنا هنركز اليوم في موضوع الإهمال الروحي، الجانب الروحي، الإهمال في الجانب الدين. نحن نربي أبناء لكن مقصرين ومهملين في هذا الجانب. ما هو الإهمال أصلًا؟ الإهمال هو الفشل في تلبية الحاجات الأساسية، ويعتبر التربية من جانب ديني هي تعتبر من الحاجات الأساسية في تربيتنا لأبنائنا. نجد إنه حتى الشريعة الإسلامية وضعت الضرورات الخمسة. قال الإمام الشاطبي إنه رحمة الله عليه: اتفقت الأمة كلها بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت المحافظة على هذه الضروريات الخمسة، ويعتبر الجانب الديني وتربيتنا للأبناء في هذا الجانب يعتبر واحدة من الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمسة؟ اللي هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فبالتالي إذا أنا أخفقت في واحدة من الأشياء هذه في جانب اللي هو الجانب الديني، معناه أنا أخفقت في هذه الضروريات الخمسة، أنا لم أحافظ على الضروريات الخمسة. لماذا نحن نركز في هذا الجانب؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضح في كثير من الآيات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط نفسي، ليس فقط أنا، إنه الخطاب جاء أول نبدأ بأنفسنا، إحنا كيف نقي أنفسنا من النار، كيف نجنب أنفسنا إنه ما يكون مصيرنا إن إحنا نخفق في هذا الجانب، لكن كذلك أبنائنا. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القيامة: أيحسب الناس أن يتركوا سدى. سبحان الله، إنه وجودنا في هذه الحياة ليس عبثًا. وجودنا في هذه الحياة أساسًا إن إحنا العبادة الله سبحانه وتعالى. وتربية الأبناء واحدة من العبادات، وكما ذكرنا في الحلقات السابقة يعتبر تربية الأبناء نوع من أنواع الجهاد.
فمن يعني فإذا كان هو جهاد في سبيل الله، يعني مثله مثل تربية الأبناء، بالتالي أنا إذا أخفقت في هذا الجانب أكون أنا يعني محاسب أمام الله. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. والكثير من الآيات والأحاديث تدل على أنه الأهمية، أنه أنا ليس فقط هم أنه ابني يدرس مدرسة عالمية، ولا ابني يعني يجيب الدرجات العليا في كل المواد، لكن ماذا عن جانب هو الجانب الديني؟ كيف يكون الإهمال في الجانب الديني؟ يعني مثلا ما هي التصرفات أو ما هي السلوكيات اللي توضح أنه أنا كأم مقصرة في الجانب الديني؟ أولا يبدأ في كما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أمر أبناءكم على الصلاة هم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أولا تبدأ من التزامنا نحن، يعني نوجه أبنائنا في الالتزام بالصلاة، الالتزام بالتعاليم الإسلامية، الالتزام بالأخلاق الإسلامية، وكثير من المواقف موجودة في السيرة كيف نحن نربي أبنائنا من سن مبكر ابتداء من نكون نحن قدوة في هذا الأمر. حقيقة في علم النفس التربوي النمو الديني بالنسبة للطفل يبدأ كيف؟ أحيانا يبدأ في البداية وهو الطفل الصغير يبدأ بالتقليد، يقلد مثلا تلاحظ انه في البيت الاطفال الصغار الام والاب يصلوا، الابن الصغير يصلي خلف والدينه. هذه النقطة الثانية اللي يبدأ الطفل حتى يعني يجد القبول أو يجد التشجيع، وإنه أنا لما أقول يا ماما أنا صليت، الطفل فيقول أنت شاطر أنت ذكي. أحيانا حتى الأطفال الأقارب لما يكونوا في مكان واحد إن الطفل يقول لك فلان ما صلى. فهذا هي المسألة اللي هي التزام الدين أو النمو الجانب الديني عند الطفل، يكون لإرضاء الآخر في هذه المرحلة. وهكذا ويكبر الطفل ويكبر هذا الجانب أو ينمو هذا الجانب، موضوع اللي هو النمو اللي هو الجانب الديني في سن متقدم مثلا كم 10 سنوات يبدأ إنه الإنسان للمحافظة على مكانته. يعني أنا كعمر 13 14 خاصة اللي يبدأ في سن المراهقة حتى يكون أمام الآخرين، يعني يكسب هذه الوجاهة، وإنه أنا إنسان ملتزم، وإنه يكون أفضل من أصدقائه وهكذا. هذه هي المراحل اللي يكون فيها مسألة اللي هي النمو الجانب الديني. فأنا أكون كأم وأب حريصة جدا في كل مرحلة كيف أقرص في أبنائي هذا أنمي فيه الجانب الروحي والجانب الديني حتى لا يهمل، وأنا أكون مسؤولة أمام الله. يعني أنا يعني الله سبحانه وتعالى يعني وضح أنه من الأمانات التي لا يجب خيانتها، نجد في سورة النور والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ليس هنالك أعظم من أمانة الأبناء، وليس هنالك أمانة يعني نحافظ عليها أكثر من أن نحافظ على أبنائنا. فأبنائنا هم الامتداد لنا أولا، والله سبحانه وتعالى رزقنا هذه النعمة. يعني نحن لابد أن نشكر، والشكر يكون عمليا. إذا أنا ربي حباني ورزقني بالذرية، كيف أنا أكون شاكرة لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لا أهمل هذه النعمة. وتبدأ أنه كثير من السلوكيات الإهمال تجد أنه الأب يعني ما ملتزم في الصلاة، وأحيانا وليس الأب فقط حتى الأم. فهذه السلوكيات القدوة اللي يعني تكون نموذج غير صالح في البيت، هذه واحدة من الأشياء اللي للأسف تكون هي نوع من أنواع الإهمال. هم يعني كثير من الأخوة ممكن الجميع يعرف هذا الكلام، لكن للأسف نأتي في موضوع التطبيق، المعضلة الكبيرة في إحنا كيف نطبق هذا الأمر. نرتكب كثير من الأخطاء في سلوكياتنا، حتى يعني أحيانا نحن نمارس بعض السلوكيات اللي هي مثلا صفة الكذب، يعني نكون غير صادقين أمام أبنائنا، وبالتالي يعني هذا جزء أساسي من تربيتنا الجانب الديني بالنسبة لأبنائنا. فإخفاقنا في هذا الجانب حقيقة يعتبر واحدة من أكبر الأشياء اللي تتعلق ضمن دائرة الإهمال. الإهمال كثير أنواع من الإهمال اللي حنذكرها في الحلقات القادمة، لكن أنا ركزت في الأساس، القاعدة الأساسية التي ننطلق منها
ونكرر هذا يعني كثير في كل حلقة. القاعدة الأساسية التي ننطلق منها هي أولاً هي القرص في القيم الإسلامية، القيم الإيمانية، وهذه هذا الجانب إذا أهملنا فيه سوف نسأل أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي طالما أنا كنت يعني أعرف هذا، يعني هذا الأمر، يعني الأساس من تكوين الأسرة إنه أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وبهذا الأمر نكون نحن نستطيع أن نتفادى ما هي السلوكيات التي يعني تجعلنا نحن قصرنا وأهملنا في هذا الجانب. وصلنا لختام حلقتنا في موضوعنا الإهمال، وهذه الحلقة الأولى، وإن شاء الله نكمل حديثنا في بقية الأنواع الإهمال الأخرى في الحلقات القادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.